اليوم بما انه عطلة قررنا نروح على وادي الدحول، ما بنعرف عنه شيء، رايحين نستكشفه. واهم شيء فنجان الكرك. مرقنا نجيب ترويقة لبنانية. لأنه البحث كتير مأذي على السيارة. هاي السيارات فاتوا دغري. خدونا معك، بس خدونا معكم طيب. ما بيأثر. احنا عم نطلع هيك مثل واحد شايف شي حلو بس مش قادر يوصل. وفي ناس تمشي من حدنا دغري فاتوا. شفتوا كل الجيبات عم يجوا. ليك تعال نروح نسألهم على اساس نحن ضايعين ونقول له انه اكيد ما بتفوت سيارتنا فيها، هيك بعرفت نتحدث معهم اذا فين بفوتونا هن، اذا لا. هيدا المحل وادي الدحول، المفروض يكون معكم عربية كبيرة، جيب تراك لتقدروا تفوتوا، لأنه سيارات صغار ممكن تصعد وليب تقطعكم هالقصص. اوكي قررنا نروح على مزرعة حيوانات، هي حدنا تقريبا 20-26 دقيقة، فقلنا بنروح نستكشف بدل ما نطلع بلوشة ولا شيء اليوم، فترقبوا. وصلنا على شمال قطر. غلبتنا بالطريق حسب هيك وصلنا على الشمال، عملنا لفة عروس. مغامرة متعبة. واحد بده يعمل مغامرة بده يتعب يعني طبعا. ايوه بده يعمل ابحاث قبل ما يجي على المحل. ما بيأثر، حلو تسلينا هيك عم نشوفنا اشياء جديدة. صحراء. اشياء جديدة صحراء. والله محمسة اشوف الحيوانات. الطريق مثل هيديك فيها كتير بقص وحجار وهيك، بس بهاي الطريق غمرنا، ما بعرف شو اللي خطر عبالنا يعني، تشجعنا كتير، تحمسنا زيادة. ماشيين على الطريق، تفضلوا نحن على سوسو نقطة عم نعمل دريفتنج. وصلنا بخير وسلامة. هيدا حطينا بالمتحف انه للعالم تتفرج علينا. انا بعدنا بلبنان بنسوق منه. هاي يا حلوين، ريحتكم مبسوطة. ايوه بس انه اكتر شيء عائلية، يعني بينبسطوا فيها الولاد. ايه هيدا طب اقول لك ضروري نفهم هيدي اذا يا جماعة بتعرفوا شو نوع هيدا الحيوان، لانه عن جد بضل هيك ما بيتحرك شوي صغيرة
هلا هو عم يتحركوا عادي ها. بس هيدا يمكن طارق غفوي ما عم يتحرك ابدا. هيدا يا جماعة كتير قديم، ما بعرف اذا حدا اكل منه ابدا. اها كثير حلو مهضوم الفكرة، بس انه مثل ما قلت هو اكتر عائلي مع اولاد ينبسطوا اكتر بهالاجواء. بس تسلينا يعني، احلى ما يكون نهارنا طالع على الفاضي صح؟ هيك بيكون خلص نهارنا هيك بيكون خلص نهارنا. بشوفكم بالفيديوز الجاي. بليز اذا عندكم اي سؤال او اشياء عن قطر بدكم تعرفوا، مثلا ما بعرف اي سؤال ببالكم اكتبوا لي اياه بالكومنت. تفاعلوا على الفيديو اذا بدكم. ثانك يو لكل شخص حضره للاخر، وبشوفكم بالفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هنا نحن بانتظار الوفد الفرنسي استكشاف عن هوية السارق المفتعل في كذا. لك الزات نحن بالصحراء.